السلام عليكم، اهلا بكم حبايبي ومتابعيني من كل مكان. فيديو جديد على قناة كرشي ام انس. النهارده ان شاء الله نتعلم نعمل الكوفية القمر دي على شكل مينيونز، تكملة لباقي الطقم اللي اشتغلناه الفيديوهين اللي فاتوا. نزلنا الايس كاب ونزلنا الجوانتي والغرزة بتاعتها بالنص عمود، سهلة جدا جدا. تابعوني ان شاء الله لنهاية الفيديو علشان نعرف الطريقة. سايبه لكم لينك الايس كاب والجوانتي تحت في صندوق الوصف، ويلا بينا نبدأ. اول حاجة هستعمل زي ما استعملت في بقية الطقم ابرة مقاس 3 مع الخيط الاصفر ده المتوسط السمك. هبدأ بعقدة البداية وهشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 غرزة سلسلة. تمام، يبقى انا كده اشتغلت 16 غرزة سلسلة. بعد كده هرتفع 2 سلسلة اللي هم ارتفاع او مش ارتفاع بقى، يعني مش هحسبهم ارتفاع معايا قوي، هو مجرد بس بيظبطوا لي السطر. وهشتغل غرز عمود بلفة على باقي السلاسل، على ال16 سلسلة اللي انا اشتغلتهم. كل غرزة او كل سلسلة هشتغل فوقيها غرزة عمود. اوكي، بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهستمر فوق كل سلسلة غرزة عمود لنهاية السطر. تمام حبايبي، اشتغلت غرزة عمود فوق ال16 سلسلة وبقى عندي 16 غرزة عمود. بعد كده برتفع 2 سلسلة بس زي ما قلنا، مجرد ارتفاع مش اكتر، يعني بيظبطوا لي السطر، مش هاخدهم معايا من ضمن العدد. هلف الخيط على الابرة وفي نفس مكان الارتفاع اللي انا موجودة فيه هشتغل غرزة عمود بلفة، والعمود اللي بعده عمود بلفة. وهستمر بنفس الطريقة. هي دي هو ده التكنيك او الطريقة اللي هستمر بيها لنهاية الكوفية. علشان كده بقول لكم كوفية جدا للمبتدئين، سهلة سهلة جدا، كلها بغرزة العمود بلفة. هستمر في السطور، هرتفع بالسطور. لما بوصل هنا لاخر السطر برتفع 2 سلسلة وبدور شغلي وغرز عواميد بقى بلفة رايح جاي رايح جاي. ولما ارجع هقول لكم انا اشتغلت كام سنتي للكوفية. اوكي حبايبي، ارتفعت بالسطور، فضلت اشتغل بغرز العمود بلفة. وهنقيس طول الكوفية اللي احنا وصلنا له لحد دلوقتي، هو 70 سنتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وهبدأ بقى افصل الخيط باللون الاصفر علشان هبدأ اشتغل باللون الاسود. هاخد سلسلة كده لتأمين شغلي واعمل عقدة، وهبدأ اشتغل باللون الاسود. هعمل عقدة البداية من الخلف كده واسحب الخيط، وهقفل عليه بسلسلتين الارتفاع اللي انا متعودة برتفعهم عادي. هاخد اطراف الخيوط معايا كده تحت الشغل، وفي مكان اللي انا ارتفعت منه هشتغل غرزة نص عمود. اوكي، وفي الغرزة اللي بعدها غرزة نص عمود. اللون الاسود بس هو اللي بشتغله بغرزة النص عمود علشان ببدأ اثبت عليه العيون. كمان احنا في الايس كاب وفي الجوانتي اشتغلنا برضو باللون الاسود، للي اتفرج على الفيديوهات اشتغلنا اللون الاسود بالنص عمود. هستمر لنهاية السطر بغرزة النص عمود، وبعد كده برتفع 2 سلسلة وبدور الشغل وبرجع سطر كمان على اللون الاسود بغرزة النص عمود. تمام كده، انا كده خلاص اشتغلت سطرين زي ما احنا شايفين بغرزة النص عمود باللون الاسود. بعد كده هرجع للون الاصفر تاني وبشتغل بقى اللون الاصفر بغرز العمود. هسحب الحلقة كده وهقفل بسلسلتين الارتفاع في نفس المكان، بلف الخيط وبنزل في الغرزة بشتغل غرزة عمود، الغرزة اللي بعدها غرزة عمود، الغرزة اللي بعدها، واخد معايا طرف الخيط عشان اشتغل فوقيه غرزة عمود بلفة في كل غرزة هتقابلني رايح جاي. ولما بوصل لنهاية السطور
برتفع سلسلتين وبلف الشغل، ولما نرجع هقول لكم انا اشتغلت كام سطر من اللون الاصفر. خلصت كده تمام واشتغلت حوالي 5 سطور من اللون الاصفر. بعد كده هجيب اللون الازرق بقى، وبرضو هشتغل حوالي مثلا 3 سطور كده من اللون الازرق. لسه مش عارفين هنشتغل كام سطر. هعمل عقدة البداية خلف الشغل وبسحب الحلقة كده، برتفع 2 سلسلة اللي انا متعودة برتفعهم، وهكمل بنفس الطريقة في نفس مكان الارتفاع غرزة عمود. الغرزة اللي بعدها غرزة عمود بلفة، الغرزة اللي جنبها غرزة عمود بلفة، فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة. لما بوصل لنهاية السطر برتفع 2 سلسلة، بلف شغلي وبشتغل برضو غرزة عمود بلفة رايح جاي فوق كل غرزة هتقابلني. ولما نرجع هقول لكم اشتغلت كام سطر. اشتغلت 4 سطور زي ما احنا شايفين بالشكل ده باللون اللبني، وخلاص فصلت الخيط. الكوفية بتاعتي كده يعني تكاد تكون جاهزة. فاضل بس اخر خطوة هو تركيب العيون. انا اشتغلت العيون دي بغرز الحشو بطريقة عادية جدا، وشرحتها ووضحتها في فيديو الايس كاب والجوانتي. بشتغل 8 غرزة حشو باللون الاسود، بعد كده بشتغل باللون الابيض او الاوف وايت تزايد على كل ال8 غرز علشان يبقوا 16 غرزة. وبعد كده الراوند رقم 3 بشتغل غرزة فردية وغرزة تزايد، غرزة فردية وغرزة تزايد، لحد ما بيبقى عندي شكل العين بالشكل ده بغرزة الحشو. كلها سهلة وبسيطة جدا. واشتغلت عين كمان اهو، وهبدأ اظبط مكانهم كده وبلضم طرف الخيط بإبرة التنظيف زي ما احنا شايفين. وهثبت بقى العيون على اللون الاسود، على السطرين بتوع اللون الاسود بالشكل ده. نظمي بقى مكانهم، عاوزة تخليهم بعد عن بعض او قريبين، انتي بقى الشكل المناسب بالنسبة لك اللي انتي شايفاه هتشتغلي بيه. وهتثبتي العيون بغرزة سراجة كده، غرزة من اعلى كده وغرزة من اسفل، طريقة بسيطة خالص جدا اهو. وهثبت العيون فوق اللون الاسود بالشكل ده. خلصت الكوفية بالشكل ده، وانا رسمت الملامح زي ما احنا شايفين على الكوفية وعلى الفم. بشكركم.